الملك فيصل الأول هو فيصل أبو غازي ابن الحسين ابن علي الحسن الهاشمي. ولد بيوم 20 مايو من سنة 1885 بمكة، وينتمي لأسرة آل عون الهاشمية. ودرس الملك فيصل الابتدائية ويا أخوه علي ابن الحسين ملك الحجاز، وبعدين ويا الملك عبد الله ابن الحسين ملك الأردن. تعلموا اللغة التركية قراءة وكتابة. ونشأ مع البدو بحياة الصحراء والتقشف وقسوة المعيشة، وتعلم الفروسية والمبارزة بالسيف والبندقية. وبسنة 1896 سافر ويا أبوه الحسين ابن علي لعاصمة الدولة العثمانية بدعوة السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، حتى يكون قريب منه وتحت مراقبته. واختاروا عمه شريف مكة، وتعلم اللغة التركية واللغة الإنجليزية وبعض من اللغة الفرنسية والتاريخ. وعلم أبوه القرآن، وظل بتركيا إلى ما تزوج بنت عمه ناصر حزيمة. ورجع لمكة المكرمة سنة 1909 لأنصار أبوه شريف مكة. وعين أبوه قائد للسرايا العربية، وانتخب الملك فيصل بمجلس المبعوثان البرلمان العثماني ممثل لمدينة جدة. ورجع لعاصمة الدولة العثمانية واكتسب هناك خبرة سياسية، وحصل على أكثر من 10 جوائز مثل ما تشوفون بالصورة. وبأثر اندلاع ثورة العشرين بالعراق ضد الاحتلال البريطاني، عقد مؤتمر القاهرة سنة 1920 بحضور وينستون تشرشل وزير المستعمرات البريطاني للنظر بوضع العراق. وبعدين أعلنت بريطانيا عن رغبتها بإقامة حكومة ملكية بالعراق، ورشحوا بهذا المؤتمر الأمير فيصل حتى يكون ملك للعراق. وبيوم 23 أغسطس من سنة 1921 أعلنوا تتويج الملك فيصل كأول ملك للعراق بساحة القشلة ببغداد. وبسنة 1930 عقد معاهدة مع بريطانيا أقرت باستقلال العراق عن الانتداب البريطاني. وبسنة 1933 سافر الملك فيصل لسويسرا حتى يسوي فحوصات دورية، لكن بعد أسبوع توفى أثر أزمة قلبية. وقالوا إنه كانت عملية اغتيال من بريطانيا، والممرضة الخاصة به خلت سم بالعلاج، لأن قالوا الأطباء السويسريين بأن صحته كانت زينة وما يعاني من أي شيء. وتوفى بيوم 8 سبتمبر من سنة 1933 وعمره 48 سنة. ودفنوه بالمقبرة الملكية بالأعظمية ببغداد. وهاي كانت قصة الملك فيصل أول ملك للعراق بشكل مختصر. وإذا عجبكم الفيديو لا تنسون لايك واشتراك. كان وياكم سايبر، ومع السلامة.